انت اول شيء لحظه شكري، من اي بلد في الاصل؟ انا في الاصل من تونس. ولد تونسي، مرحبا بك. كويس. نعم. انا في عتب يعني عليك. نعم. اولا يعني يا دكتور هاشمي، نحن استبشرنا خيرا عندما قرأنا في اعلانك انك تأتي باخوين من المغرب ومن الجزائر ليتناقشوا في مشكلة الصحراء وفي غلق الحدود وفي هذه المشكلة التاريخية بين بلدين شقيقين. ولكن الحقيقة الضيف الأخ الجزائري، مع احترامي الشديد لهذا الأخ، يعني هذا يتحدث بمنطق عجيب وغريب. وإن تعجب فعجب قوله أنه من الإسلاميين، والإسلاميون نعلم جميعا أنهم يريدون الوحدة ومع الوحدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، في آيتين مختلفتين. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. أصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش دعمونا باشتراك في القناة، كذلك تفعلوا اخوتي الزر ديال الجرس، لايك اخوتي الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه. اصدقاء ديالي، كيف ما عهدناكم في القناه دائما مقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهده. بلا ما نطول عليكم اخوتي، ندوزو نشوفوا الفيديو جميع. نتوما احكموا، كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم حول الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. انت اول شيء لحظه شكري، من اي بلد في الاصل؟ انا في الاصل من تونس. ولد تونسي، مرحبا بك. كويس. نعم. انا في عتب يعني عليك. نعم. اولا يعني يا دكتور هاشمي، نحن استبشرنا خيرا عندما قرأنا في اعلانك انك تأتي باخوين من المغرب ومن الجزائر ليتناقشوا في مشكلة الصحراء وفي غلق الحدود وفي هذه المشكلة التاريخية بين بلدين شقيقين. ولكن الحقيقة الضيف الأخ الجزائري، مع احترامي الشديد لهذا الأخ، يعني هذا يتحدث بمنطق عجيب وغريب. وإن تعجب فعجب قوله أنه من الإسلاميين، والإسلاميون نعلم جميعا أنهم يريدون الوحدة ومع الوحدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، في آيتين مختلفتين. ولكن الأخ الجزائري يتحدث بمنطق عسكري، وكأنه يمثل العسكر والجنرالات في الجزائر الذين لا يريدون للأمة أن تتوحد ولا أن تتحد. فهو يطعن في نوايا الناس ويدعو بطريقة عجيبة غريبة إلى الانفصال وإلى تقرير المصير. أقول للأخ هذا الكريم: يا أخي، لو غدا أن في تزي وزو وفي بجاية وفي المناطق التي فيها مجموعة من الأمازيغ الذين يعادون العروبة ويعادون الإسلام ويعادون الوطنية، يعني هؤلاء لو دعوا إلى الانفصال هل سيقرروا مصيرهم هو؟ غير صحيح. دعني أكمل يا أخي من فضلك، جزاك الله خيرا. لك المجال ودعني أتحدث، وبعد ذلك إن أردت أن ترد علي فلك المجال إن شاء الله. هل أنت يا أخي إذا دعا الأمازيغ في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا أو في أي مكان أو الأقباط في مصر إلى الانفصال وإلى دولة قبطية أو إلى دولة أمازيغية أو إلى دولة كيفما كانت، هل تقول أنت أن الجزائر مع تقرير المصير؟ هذا كلام لا يخرج من إنسان عاقل، فما بالك برجل يدعي أنه من الإسلاميين؟ هذا أمر يعني كما قلنا لا الدين يؤيده ولا يقره ولا الأعراف. وأنا أقول لك، أنا أحب الجزائر وأحب المغرب وأحب مصر وأحب تونس، فكل البلاد هي أوطاني وأدافع عنها بنفسي. ولو قال لك ويا شكري، لو قال لك ولماذا لا تحب الشعب الصحراوي؟ أنا أحب الشعب الصحراوي، أحبه، ولذلك أحب أن يعيش في ظل دولته المغرب. فنحن إذا نعق ناعق من هنا أو من هناك يا أستاذ ويا دكتور هاشمي، نقول له أنت خلاص بإمكانك أن يعني تنشئ دولة. من أين هذه الموارد؟ ونحن نعلم الشعب الصحراوي، وأنا عشت في المغرب وأعرف المغرب وأعرف الصحراء وأعرف الجزائر، وعشت في الجزائر وفي أكثر من بلد عربي، أعرف أوضاعنا. نحن في عصر التكتلات، في عصر هذه الأجسام الطفيلية الصغيرة لن تتعايش مع هذه. طيب أخي شكري، لقد فهمت موقفك وسمعه الناس. موضوع الصحراء الغربية يا أخي الكريم هو ليس موضوع جزائري مغربي،
هذا ما يجب أن يفهمه كل الإخوة، وأنا رجائي إلى كل المشاهدين على امتداد الرقعة العربية والإسلامية أن يبحثوا في هذا الموضوع، يعني ولو بسيط. أنا نعرف فريق من الصحفيين اليمنيين جاءوا بتصور معين الذي وصلهم من خلال الإعلام الذي لا يتكلم عن الحقيقة يعني. فلما ذهبوا وزاروا مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر ودخلوا حتى الأراضي المحررة وتناقشوا مع قيادة الشعب الصحراوي وتناقشوا مع الشعب الصحراوي، تغيرت نظرتهم 100%. وربما يشاهدوني الآن ويسمعوني الآن هؤلاء الصحفيين ورجال الإعلام، وقالوا عهدا علينا أننا نبلغ كل ما رأيناه وكل ما شاهدناه إلى حيث وصلنا. فلذلك أخي الكريم، حنايا هذا ما يجري الآن في الصحراء الغربية هو مطالبة بتصفية الاستعمار وفق الاستفتاء. من وقف الاستفتاء؟ لماذا توقف الاستفتاء؟ الأمم المتحدة دعت إلى الاستفتاء، ليس في قرار واحد. أنا نعطيك عدة قرارات، نبدأها لك من اللائحة الأممية 15-14 التي تدعو إلى تصفية الاستعمار في كل دول العالم. نعطيك اللوائح 22-89، 32-54، 29-83، 32-92. فقط من 1965 إلى 1975 10 قرارات. طيب، ثم بعد ذلك تكلم الأخ عن المسيرة ما يسمى بالمسيرة الخضراء. فالأخ لم يذكر أنه في 6 نوفمبر 1975 صدر قرار عن مجلس الأمن يطلب من المغرب سحب كل من شارك في هذه المسيحة وإرجاعهم إلى ديارهم لكي لا ينتج عن ذلك إغراق أو تغريق ديموغرافي يغير واقع الشعب الصحراوي. ولماذا لا يتدخل الأمم المتحدة؟ طيب ثم بعد ذلك بعد دقيقة عندك دور في الحديث. ثم بعد ذلك دقيقة لك. القرارات اللي صدرت هذه على الأمم المتحدة، القرارات اللي صدرت على منظمة الوحدة الإفريقية، أذكر اللائحة رقم 104 التي تدعو مباشرة طرفي النزاع وهما المغرب والصحراء الغربية مباشرة إلى أنه يجب التوجه نحو مفاوضات رسمية ومباشرة من أجل تحضير الاستفتاء وتقرير مصير الشعب الصحراوي. أوكي أخي نور الدين، اسمعني، الله يرحم والديك، يعني إحنا في جلسة مهمة وليست متيسرة دائما. الفضائيات العربية مهتمين بلبنان، عندهم لبنان أهم شيء في العالم. الفضائيات العربية مهتمة بالعراق، الفضائيات العربية مهتمة بالرقص، مهتمين بالغناء، مهتمين بالانتخابات المصرية. موضوعات كلها مهمة. المغرب العربي وحدته وتقاربه ليس على الأجندة الرئيسية لأكثر الفضائيات العربية. هذه فرصة وملايين الناس يشوفونها عشان نتحدث. ما رأيك أن تجرب بس فكرتي هذه، أن تكون مداخلتك المرة هذه كما طلبت من الأخ، أن تكون مداخلتك أسئلة له والتوطئة اللي عملت فهمت يا أستاذ؟ فهمتك. أنت ذكرت والناس سمعونا، هو مش فقط أنا، أنت ذكرت أوريدي في الحلقة السابقة، في المداخلة السابقة أعطيت أسس الموقف المغربي. أنا أقول لك صدقني والله ينفعك، ها ننصحك نصيحة لكم الاثنين. أنا لو محل واحد منكم أفضل لي أقول لصاحب الحجة الثاني أطرح عليه أسئلة أظهر بها قوة موقفي، هذه أبلغ في التأثير على الناس ولبيان الحق من أن نتكلم وحدي كذا وهو يتكلم وحده. إذا ما حبيت تأخذ رأيي ونصيحتي أنت حر، لكن أنا لو لي تحب أنصحك قل له أنت يا سيد. سأجمع بين الفكرتين. تفضل، أعطيك 10 دقائق. أوكي تفضل. أولا أجيب على الاستفتاء لأنه مهم هذا. طيب، نحن طرحنا مشروع الحكم الذاتي. ايوه بس قوم شوي لانك انت الكرسي يغريك بانك نحن طرحنا مشروع الحكم الذاتي. ايوه، وهذا مشروع الحكم الذاتي عرض على الامم المتحده. ايوه، ووصفته الامم المتحده بالجديه والمصداقيه، لكن لم تقبله لا، وصفته بالجديه والمصداقيه. لو لم تصفه بالجديه والمصداقيه لقالت اسمحوا لي ايها المغاربه انا اريد الاستفتاء. لا، اش قالت؟ قالت نريدها. انت تكلمت على التفاوض دابا الان، في تفاوض. اش قالوا التفاوض على الاستفتاء؟ اقول لك اش قالوا. قالوا المفاوضات تجري حول الخلاف حول موضوع استفتاء تقرير المصير برعاية الأمم المتحدة يفتح أمام الصحراويين المجال بين 3 خيارات: إما الانضمام إلى المغرب، وإما الاستقلال، وإما الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويقترح المغرب هذا الخيار الأخير رافضا فكرة الاستقلال.
هذا واختلفوا هم قبل بالحسن الثاني الله يرحمه قبل بالاستفتاء، لكن نعم. كان الخلاف حول من غادي من هم الذين انا اقول لك الاستفتاء علاش فاشل. أيوة. فاشل الاستفتاء لان الاستفتاء اقر به المغرب في 81. ايوه. ولكن اين المشكل؟ في تحديد الهويه. واش تعرف بان الرئيس ديال البوليساريو ما عندوش الهويه ديالو داخل الصحراء؟ ودير هذه زيدها في البال ديالك. ليس له هويه بانه ينتمي الى الصحراء. محمد عبد العزيز لم يوجد في اللوائح هذا الرئيس. طرح مشكل الهويه. عندما طرح مشكل الهويه ارادت كل ما احضر المغرب لائحه من الصحراويين قالوا هذه مرفوضه. كلما احضرت البوليساريو اللائحه هذه مقبوله. فاقتنعت الامم المتحده بان هذا الاستفتاء يريد ان يكون انتقائيا. لذلك امرت الاطراف، قالت لهم هذه الاطروحه ديال الاستفتاء تقرير المصير كانت في الحرب البارده. الان تطور العصر بقاش ذاك تقرير المصير، لان تقرير المصير الان عنده اشكال واشكال واشكال واشكال، ماشي عنده شكل واحد. داخل الامم المتحده مفهوم الدولي العام القانون الدولي عنده اشكال. هذاك تقرير المصير الا اسمع عنده اخ نور الدين، اسمح لي بس واجبي كمذيع هنا، باستثناء انه تحصل معجزه، فالاستفتاءات حق تقرير المصير اللي فيها تقسيم لدول العربيه واسلاميه دائما تنتهي بالتقسيم. اندونيسيا وانتهت بتقسيم اندونيسيا في اقليم اتشه. مؤامره. السودان ويوم 9 يناير حتطلع دوله جنوب السودان. وانا قالوا لي بعض الاخوان انه لو الجزائر والمغرب اصدروا بيانا مشتركا بالتراجع عن موضوع الاستفتاء مجلس الامن سيفرض الاستفتاء لاقامه دوله جديده. صحيح، هذا كلامك صحيح. لان هذه القضيه ديال في الاخر قالوا نريد حلا اجتهدوا. فنحن اجتهدنا، وضعنا مشروع حكم ذاتي. الان 80% من الصحراويين يوجدون في الصحراء يا اخي، في الصحراء. انا ادعوك انت والقناه، ادعوك لزياره هذه المناطق. ادعوك. والله نحن نحب نمشي للمغرب، ولكن ما عندنا في المغرب جهه نتعامل نتفاهم معها ولا نتواصل معها ولا وزاره اعلام ولا سفاره ولا اي جهه. يا اخي اسمع، للاسف لا نستطيع انا ادعوك للزياره. يسعى ان شاء الله ويرضى عليك. انا ادعوك، انا موافق، انا اقبل الدعوه على الهواء اقبلها. اتصل بنا ولتزور المناطق بخير وعلى خير. ولكن بالمقابل يعني عندما نقلنا المشروع الحكم الذاتي، بالمقابل يا اخي اطلب الاخ شيئا واحدا. اولا مخيمات تندوف، هذوك بنائنا اللي باقين تما يريدون الدخول الى بلادهم لانهم لهم بيعه للسلاطين، لكن محرومون من الدخول بجيش مكون في الجزائر. كل الاطر الانفصاليه هي مكونه في الجزائر. اين تتكون؟ في حروب كانت تتكون في كوبا، تتكون في الجزائر، تتكون في هذه يتكونون في الجزائر. حتى هذا الرجل سلمى الذي حضر تكون في الجزائر يا اخي، في من سمى الاكاديميه العسكريه في الجزائر. اذا الجزائر يتضامنون، بل اكثر عندي حتى كم انفقوا. انا اطرح كذلك السؤال الاخر، لماذا لا يتركوا الهيئه ديال اللاجئين الدوليه المفوضيه لاحصاء؟ نريد فقط احصاء داخل تندوف كم، لأن هناك صحراويين الذين لهم أصل مغربي، وهناك آخرون يحضرون من مناطق أخرى من أجل ملء. أما الصحراويين الحقيقيين دخلوا، والآخرون الذين يريدون أن يخرجوا ما زال عليهم حصار. وما وقع عليه هذا لسلمى. أقول فرحات، عباس فرحات عندما قال الصحراء مغربية حاصروه. مين؟ فرحات عباس رئيس فرحات عباس، نعم، قال الصحراء مغربية، بل قال كلام خطير ولا أريد أن أقوله هنا. بحثت عن الجزائر في التاريخ ولم أجدها، ولكن لا أريد أن أقول هذا الكلام وهو مثبت. أنت قلته ثم قال أقول الكلام، ثم أنت قلته، هو قلت بالأمس ما هو أسوأ منه. الجزائر كان يوسف خير الدين كذلك هذا قال بأن الصحراء مغربية فصدرت كل هذا. عندك أيس أحمد كذلك موقفه. كاين لويس حنون. الشاذلي، لماذا الشاذلي أزيل من الحكم؟
شادي بن جديد. الشاذلي بن جديد، لأن الشاذلي أراد أن يطبق دولة الحق والقانون وكان يتقارب مع المغرب فأزيل. لماذا يعني تم قمع الديمقراطية في جبهة الإنقاذ؟ لأن جبهة الإنقاذ ليس فقط الإكراهات الخارجية، ولكن يا أخي الحمدي في برنامجهم الانتخابي مكتوب في جبهة الإنقاذ مكتوب فيه إغلاق مخيم تندوف والإصلاح بين الشقيقتين. هذا حزب يريد أن يخالف كما قلت أنت الوجهة الدولية العامة، يريد أن يقرب، يريد أن يوحد. حركة التوحيد، حركة الإصلاح يجب عليه أن تسعى إلى الوحدة، لا تسعى إلى التمزيق. يعني كما يقول احنا ناس الغيوان، عندنا أغنية في الغيوان نقول في الغيوان والله لازم نكمل. يعني ما تحجرش من كلامي يا أخي، أنا أسكت وأترك لك تتكلم. أنا قاطعتك، تكلم يا أخي تكلم. راه عندنا مسير والله مازال ما كملها. بدا 8 مسير واخذ لي وقتي الآن، يأخذ لي وقت. عندنا ناس الغيوان تعرفونهم جميعا يقولوا احنا قلال واش فينا ما يتقسم. اش فينا ما يتقسم؟ احنا قلال واش فينا ما يتقسم؟ بالفصحى نحن قلة وليس فينا ما يقسم. احنا قلال، احنا واش فينا ما يتقسم، هكذا يغنونها وانتم تعرفون الغيوان وقد شاهوا المشاهب الى اخره. رغم ان هؤلاء كانوا ينتقدون السياسات العامه في البلاد، ولكن اثناء القضيه الوطنيه توحدوا جميعا، جيلان، ناس الغيوان، المشاهب الى غير ذلك. اذا انا اقول بان نقطة قوة في المغرب هو هذا. النقطة الأخرى بقي لك دقيقتان. يا أنا أختصر وأقول محمد أركون رحمة الله عليه ترك توصية وقال أنا أريد أن أدفن في المغرب. سألت واحد الأصدقاء هل هو جزائري؟ قال جزائري، ولكن أخوه صرح إنه لا يطمئن إلى الجزائر بانعدام الحرية، ودفن في مقبرة الشهداء في المغرب، وهذا نعتز به ونفتخر به. الآن وجدت تقريرا يقول صرف لحد الآن أكثر من 200 مليار دولار على الجمهورية المزعومة. 200 مليار أصرفت الجزائر، يا ليتها أصرفتها على الشعب الجزائري لكي يتقدم. ولذلك أنا أقول كذلك تقرير مكتب الأوروبي لمكافحة الغش قال بأن المساعدات التي تمشي إلى تندوف هي مساعدات يقع فيها الاختلالات ويقع فيها. وأحيي الشعب الجزائري سنة 1988 حيث أحرق ممثلية البوليساريو. ولو قام في استفتاء، أنا أقول لو قام استفتاء الموضوعي داخل الشعب الجزائري هل أنتم مع أن تستمر الجزائر في دعم البوليساريو أم لا؟ أقسم بربي الكريم أن لا ستكون كثيرة، لأن هذا من خلال لقائي مع البرلمانيين وقلت لك كلاما ومع رؤساء سبقوا وإلى غير ذلك، وهم يقولون الجيش هو الذي يسير. إذا نريد أن تكون لنا الشجاعة. والله لو كان المغرب ظالما لقلتها، ولكن لدينا إجماع في المغرب، ملكا حكومة وشعبا. وعندما جاء الأخ رئيس أبو جرة قال سلطاني رئيس جماعة حمص قال بالحرف يجب علينا نحن كقوى سياسية وكقوى حقوقية، قوى المجتمع المدني، أن نسعى إلى حل هذه المشاكل العالقة بين المغرب وبين الجزائر. طيب مشاهدينا الكرام، أفتح لكم خطوط الهاتف في هذه الفقرة. لحظة بس، في هذه الفقرة سنأخذ فقط مشاهدين عرب. أرجو من الإخوة المغاربة والجزائريين أن يسمعوا، أن يعطوا فرصة للمشاهدين العرب لمعرفة رأيهم فيما جرى. قبل أن نأخذ الهاتف سأعطي 3 دقائق فقط لا تزيد للأخ فيلالي إذا كان يريد يعطي بعض الأفكار الإضافية قبل ما يسمع رأي المشاهدين العرب. تفضل. والله أنا أريد أن أرد يعني هكذا على عجالة، يعني فلاشات على هذه الادعاءات وهذه التصريحات هذه اللي هي يعني تمثل أحلام، يعني وأضغاث أحلام أكثر منها تمثل واقع. ويذكر الأخ تصريحات لمسؤولين جزائريين وسياسيين، لا أدري ما يعني أين شاهد هذه الأحلام وهذه التصريحات يعني. فأنا متأكد من أن الأخ أبو جرة سلطاني موقفه هو موقف كل الجزائريين، وسيرد على ذلك عليك في هذه النقطة هو وغيره ممن ذكرتهم. أما بالنسبة لإنفاق الجزائر 200 مليار على الشعب الصحراوي فهذا كلام غير صحيح. لا أدري هل عندكم يعني دي كونطابل قاعدين يحسبوا وش راح تصرف الجزائر على دعم الإخوة الصحراويين؟ يا أخويا
إذا كان صرفنا احنا 200 مليار على الشعب الصحراوي فهذا تاج فوق رؤوسنا نعتز به، ومازلنا قادرين ننفقوا مش 200 مليار، مئات الملايير الأخرى من أجل أن يستقل الشعب الصحراوي وتستقل فلسطين وتستقل كل بقعة فيها العرب والمسلمين. الاستفتاء الذي قال فشل، الاستفتاء لم يفشل، المغرب هو الذي أراد أن يستبق نتيجة الاستفتاء قبل الاستفتاء. فلما قامت اللجنة التقنية، هذه لجنة تحديد الهوية التي جاءت، وبالمناسبة نفهموا المشاهدين الكرام باللي أن هذه اللجنة، لجنة تحديد الهوية، فيها ممثلين عن الأمم المتحدة، وممثلين عن جبهة البوليزاريو، وممثلين عن المغرب، وممثلين عن القبائل، حتى شيوخ القبائل فيهم من يمثل الطرف الصحراوي وفيهم من يمثل الطرف المغربي. فلما أنهت وأتمت هذه اللجنة عملها أحصت 84 ألف صحراوي الذين لهم صفة التصويت ومن حقهم أنهم يصوتوا. فالمغرب حينها لما يعني عمل حساباته في هذا الباب عرف نتيجة الاستفتاء مسبقا، فأراد أن يلحق بهذا 84 ألف 130 ألف مغربي آخر من أجل أن يكونوا ضمن المستفتين، وبذلك يقوم بعملية التحايل وقلب النتيجة، قلب نتيجة الاستفتاء التي سوف كانت يعني سوف تكون يعني في غير صالح المغرب. ولذلك نحن لما نتكلم عن الاستفتاء نحن الآن نقول فلينظم هذا الاستفتاء، طيب، وليحترم رأي الشعب الصحراوي. طيب. أما سامحني أنا نعطيك سامحني لا لازم نعطي فرصة للشعب. سامحني لا العرب دقيقة واحدة. أنا نعطيك في تصريح الحسن الثاني في قمة نيروبي في 24 إلى 27 جوان 1981 قال: لقد قررنا الالتزام بإجراء استفتاء مراقب ضمن الإجراءات التي ستحقق أهداف التوصيات الأخيرة للجنة الحكماء. لجنة الحكماء أنشئت في منظمة الوحدة الإفريقية، ثم بعد ذلك مباشرة تراجع وتذكرني وقال إن الاستفتاء سيكون إلا تأكيديا، بمعنى إن لم يكن في صالحنا مسبقا سوف لن يكون هناك. سأعود إليكم بعد. أما أبناء المغرب اللي في المخيمات أنا أتحداه وأتحدى كل من له هذه الفكرة أن ينزل معي. أنا أنزل معي وسترى الشعب الصحراوي وسيكلمونك مباشرة بدون وساطة وسيقولون لكم لقد منمنا الاستعمار وحان وقت الاستفتاء. طيب أوكي. ونحن مع تقرير المصير وإعلان مصيرنا بأنفسنا. طيب أوكي. واحد أوكي. 2 دقائق الأخير. باهي خذ دقيقة ونص. واخد دقيقة ونص. أنا غير أريد أن أؤكد، أنا أدعو الأخ إلى زيارة المناطق الجنوبية وإلى الصحراء المغربية باش وهو كذلك يفتح لنا المجال لزيارة تندوف. هذا ماشي مشكل، نشوفوا الاستفتاء قالوا باستحالته نظرا لتحديد الهوية. هو قال بأن المرحوم الحسن الثاني قال نريد استفتاء، وكبير ولا انتقائيا ما بقى استفتاء. هذا أكده بيكر، أكده ديكويار، أكده بطرس غالي، أن هذا الاستفتاء انتقائيا. بل ممثل الأمم المتحدة ممثل الأمم المتحدة السابق اللي جاب بلاصتو الآن كريستوفر، هذا فالسو ماش قال استحالة قيام دولة ديال الجمهورية الصحراوية، استحالة. فقامت وسلم وثائقه للأمين العام، وقامت الجزائر بحملة ضده. الاستنتاج الأخير أعطي فرصة للناس هو أننا علاش الناس لا يريدون أن يتدخلوا في قضية الصحراء؟ لأن المشكل ليس بين المغرب والبوليزاريو. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خلي واحد لايك واشتراك في القناه، كذلك فعلوا اخوتي الزر ديال الجرس، بارطاجيو اخوتي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا اخوتي ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه. غنهضروا على الماتش ديال المنتخب المغربي الاول ضد منتخب الموزمبيق. صراحة المباراة غادي تكون نقولوا نسبيا سهلة بالنسبة للمنتخب المغربي، ولكن يعني هاد الماتشات اللي ولاو ساهلين ما بقيناش كنربحوا فيهم. كنا الفراقي بحال الموزمبيق هاد ديما كاين 4 ديال الأهداف 5 ديال الأهداف. دابا ولينا كنعانيو وكنقلبوا غير على هدف ديال الانتصار. ولينا صراحة ما بقاش عندنا ديك النجاعة هجومية اللي كانت من قبل. كان المنتخب المغربي قوة هجومية، يعني قوة ضاربة في خط الهجوم.
كان هو المنتخب الاكثر تسجيلا للاهداف. دابا حاليا ولينا كنقلبوا على بيت ما كنلقاوه صراحه، فهذا مشكل كبير. نتمنوا ان شاء الله هذا الماتش هذا يكون تصلح، يعني وليد ركراكي يكون صلاح هذا العقم الهجومي اللي عند المنتخب المغربي، وما بقى والو. كيف ما كتعرفوا الكاس افريقيا، فرا يعني كاس افريقيا راه كتلعب مع منتخبات اللي كاع تاهلت، راه منتخبات واقفه على رجليها ومنتخبات قويه. ما بقاش داك الزمن ديال المنتخب ضعيف تربحوا بربعه بخمسه في كاس افريقيا. فاش كتدخل كاس افريقيا واخا منظمه بلادنا، فهاد الكومبيتيسيون يعني كيولي واحد المنتخب يعني كان ضعيف من قبل كنت كتفوز عليه، ولكن فاش كيدخل لكاس افريقيا راه من المفاجاه خوتي راكم شفتوها. لا مع منتخب بيني كنا كنفوزوا عليه شحال هادي بخمسه ديال الاهداف، شتي كيفاش قصانا من كاس افريقيا يعني. وجنوب افريقيا يعني عذبتنا ومحناتنا، جينا احنا رابع العالم وجايين يعني بواحد اللعابه اللي في الاوج العطاء ديالهم، وهكاك يعني خسرنا بجوج ديال الاهداف ل0. يعني راه ما بقاش شي منتخب ضعيف. نتمنوا ان شاء الله يكون هذا المشكل ديال الهجوم تحل والمنتخب المغربي يبان واحد الوجه اخر. نتمنوا لهم كل التوفيق. ما بقى لي اخوتي الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.